حلم ولا علم ولا ايه؟ انتي اكتر من اللي ياما حلمت بيه. انتي حلم ولا علم ولا ايه؟ انتي اكتر من اللي ياما حلمت بيه. انتي بالنسبة لي فوق الدنيا دي، عارفة طب لو جنبي او لو بين ايديا. انتي بالنسبة لي فوق الدنيا دي، عارفة طب لو جنبي او لو بين ايديا. عيني احتاجها ليه؟ دهب يوسف ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ تمام يا حبيبي، اخبارك ايه؟ سلم خطيبتي. يا لهوي، ازيك؟ عامله ايه؟ شبت تعالي عامله ايه؟ انتي روحي، انتي حضني، انتي بيتي، انتي ضحكة دنيتي لو ابتسمتي. مستعد اموت عشانك لو رضيتي. تطلبي القمر اديهولك لو حلمتي. انتي بالنسبة لي فوق الدنيا دي، عارفة طب لو جنبي او لو بين ايديا. انتي بالنسبة لي فوق الدنيا دي، عارفة طب لو جنبي او لو بين ايديا. عيني احتاجها ليه؟ ورقة المبايعة دي تعتبر سند ضعيف. سند ضعيف ازاي يا حسام بيه؟ ما عمي الله يرحمه ماضي وباصل. هحط نفسي مكان القاضي لو انا بنظر في قضية زي دهيا، متقدم لي ورقة مهرية ومكتوبة بخط الايد ومش مسجلة، وصاحب الامضة والبصمة ميت اصلا. وقصاد كل ده الطرف التاني اكيد عنده حجة الارض وسند الملكية الزراعية وسندات تانية كتير. صحيح هم في اثناء نظر دعوة زي دهيا مش هيقدروا يصرفوا في الارض، لكن هم في كل الاحوال هيقدروا يوصلوا لحقهم في الارض وياخدوا اللي هم عاوزينه. ياخدوها بالكذب، يبقوا عارفين ان الحق معايا وياخدوا فلوس مش بتاعتهم. اهدى بس يا ايهاب، انت ليه مش عايز تروح تتكلم معاهم؟ مش يمكن لما تتكلموا توصلوا لحل يرضيكوا انتوا الاتنين؟ فاطمة معاها حق، يا ريت تروح وتستغل صلة القرابة اللي بينكم وبين بعض وتحاول ان انت توصل لحل معاهم يرضي جميع الاطراف. انما لو من البداية جرجرتهم على المحاكم هيعندوا وممكن يعندوا اكتر كمان. على فكرة لما انت كلمتني امبارح عن ظروف الارض قلت لي هي فين، افتكرت حاجة كان قال لي عليها واحد صاحبي في الوزارة. عملت اتصالاتي واتأكدت. اتأكدت من ايه يا متر؟ الارض دي مش مجرد 5 فدادين داخلين في كردون مباني. اقشر لك بيضه. هو في ايه يا منيره؟ مفيش حاجه. ايه ماليش ايدين انا نونو مثلا هتقعدي تقشري لي بيض؟ لما احتاج بيض انا هقشر لنفسي. طيب طب دوق الفول ده، لو دلع اقوم اجيب لك حبه ملح. لا قوه الا بالله. لما انا هحتاج ملح هحط ايديا اهي. مالك؟ فيك ايه؟ من ساعه ما رجعنا من خطوبه الواد يوسف اخويا وانت متغير. تكونش زعلان من ماما اكمنها يعني قفلت عليك في الكلام وكده؟ قسما بالله العلي العظيم كلمه زياده ما انا جاي يوم الثلاث الجاي. لا اهو اتكتمت، يعني هتبقى مره واحده بس في الاسبوع، حرام عليك. اهو سكت. يلا قولي لي يا منيره. نعم. يا امك امبارح خدتك على جنب كده وقعدت تلوكي معاكي يجي ساعه، كانت بتقول لك ايه؟ كانت
كانت بتقول لك ايه يا منيره؟ كانت بتطمن عليا. كانت بتقول لك ايه يا منيره بالظبط؟ افتكرت. ده كانت بتشكي لي حالها، بتقولي محدش بيجي يطل عليها في البيت وانها بقت وحدانيه من بعدي، والواد يوسف اخويا الله يجازيه معيشها على البرجر. كانت بتقول لك عني ايه يا منيره؟ كانت خايفه عليا وبتوعيني وبتحذرني، يعني فكره ان انا حماره وممكن اي حد يمضيني على اي حاجه. حاجه زي ايه؟ توكيل مثلا؟ ما تاخدش في بالك، حصل خير هقوم اعمل اقعدي يا منيره. حاضر. انا الحاج خالد مخلوف همضيك انت على توكيل عشان انصب عليكي واخد فلوسك؟ يا حبيبي هي مش قصدها كده خالص، ولا حد يجرؤ ولا حد يقول كده ابدا. وبعدين انا رديت عليها ورديت رد جامد يا خالد. ربنا يعلم انت غالي عليا قوي. انت واثقه فيا يا منيره؟ ده انا سبت الدنيا كلها، سبت الونس، سبت الاهل، سبت كل الناس اللي حواليا عشان بس اقعد معاك، وان شاء الله حتى تطل عليا يوم في الاسبوع انا راضيه. جاي دلوقتي تقولي واثقه فيا؟ ده انا ثقتي فيك ملهاش حدود. بس الثقه مش بالكلام، بالفعل يا منيره. مش فاهم. بص يا منيره، انا ما ينفعش اقعد مع ست تحت سقف بيت واحد وهي مخوناني او شاكه فيا او بتحرص مني. انا احرص منك؟ بقول لك ده انا ماليش غيرك في الدنيا كلها، تقولي احرص منك؟ يا خالد ده انت اغلى حاجه عندي في الدنيا. حلو، يبقى تقومي تغيري هدومك تنزلي معايا على الشهر العقاري تعملي لي توكيل عام. اهو سكاتك ده بقى بيثبت لي ان امك ما كانتش بتتكلم معاكي كلام فارغ، وانها فعلا كانت بتحذرك مني. ماشي؟ سلام عليكم. لا لا لا، والنبي ما تسيبنيش لوحدي، عشان خاطري ما تسيبنيش لوحدي. يبقى تقومي تغيري هدومك تنزلي معايا، يا اما كل واحد يروح لحاله. قلتي ايه؟ قلتي ايه؟ غير هدومي، غير هدومي. افطر هغير هدومي. بسرعة. لا اله الا الله. هو انا كفرت لما قلت لهم على فكره مشهد حلو؟ ايش عرفني انا بقى انهم هيشيلوا منك مشاهد؟ بقى وحياة ولادك يا شيخ، وحياة حجتك يا حاجة شريفة، انت ما تعرفيش ان هم ممكن ينتفوا الدور ويقصقصوه بسببك؟ لا كنت بشر عليكي يا بدريه، كنت عايزه ذنبك، كنت عايزه اطلع حلوه زي القمر ومنوره في الفيلم لوحدي وانت اركنك على جنب. بنت كلب قوي. انا ارتحتي كده يا شريفة؟ انت اعتزلتي بنفسك وبمزاجك، لكن انا خلاص الناس ما بقتش عايزاني. ما صدقت ما جالي دور مساحه، دور عليه القيمه، قلت اتسند عليكي عشان انت برضه ليكي اسمك، واسمك تقيل مش اي اسم. ابص الاقي الدور كده متقصقص. انت عندك حق، انا هتصل بيهم واقول لهم يسكوا على التعديلات اللي انا طلبتها دي. انا ما كنتش عارفه ان اللي انا طلبته ده ممكن ياثر على دورك، حقك عليا. لا طبعا ما تعمليش كده، ده انا ساعتها هيبقى شكلي زباله قوي، هيقولوا ان انا جيت وعيطتلك. طب انا اعمل ايه بس؟ ايه اللي يريحك دلوقتي؟ ما تعمليش حاجه يا شريفه، بس لما انا برضو افكر تفكيره حلوه تنسفلك دورك ما تبقيش تزعلي. فكره ايه بقى است بدريه؟ لا دي ما تتقالش، دي تاخديها في وشك على طول يا شريفه. خلاص اعملي اللي انت عايزاه واللي يريحك. ماشي. يلا يا حنان، يلا بقى كده هنتاخر على ميعاد الزياره. ده انا ما صدقت اني هشوف ابني. ايه ده؟ هتخرجي كده؟ هخرج كده ازاي بس يا عمي؟ وانت لسه ما لبستيش يا حنان؟ يلا بنت بسرعه اعملي معروف. اصل ماما لسه مكلماني في التليفون وقايله لي انها هتيجي عشان تسلم عليك. سلم عليا انا؟ ما انا في خطوبه يوسف قلت لها ان انت تعبان وعشان كده ضيا ما راحش. يا بنت بس احنا لازم ننزل دلوقتي. ما هو في زياره اخر النهار. وانا هستنى لاخر النهار؟ انا ما صدقت انهم سمحوا لنا بالزياره وهشوف ابني، تقولي لي اخر النهار؟ بقول لك يا حنان
انا هنزل انا قبل ما يجوا، ولما تيجي امك بقول لها اي حاجه. اقول لها بس اي حاجه ازاي؟ دي هي جايه مخصوص عشان تطمن عليك. تصرفي بقى يا حنان، قولي اللي انت عايزاه. طب استنى بس، انت هتعرف تروح لوحدك؟ هعرف، وانا عيل صغير هاخد تاكسي. ماشي ما تقلقيش. هات لي دي هنا يا حبيبي. ايوه هي دي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا ماما؟ مبروك يا حنان. لسه ماما قايله لي على موضوع النونو. الله يبارك فيك يا حبيبي. هو الحاج جمال في اوضته؟ لا، اصل حصلت حاله وفاه في العيله، حاله من بعيد كده يعني، ابن عم ابوه، فراحوا ضياء يحضروا الجنازه. يحضروا الجنازه؟ طب نزل ازاي هو تعبان كده؟ ما هو بقى كويس يا ماما، والمرحوم غالي عليهم قوي. تشربوا ايه؟ لا مش هلحق اشرب اي حاجه، انا عندي مشوار كمان شويه يا ماما عارفه. انا خلاص هفتح الشركه كمان اسبوع. كان نفسي بس اسلم على ضياء، اهم حاجه بس ما تنسيش توصلي له. حاضر حبيبي. ماما ساعتين بالظبط وهرجع اخدك. ماشي يا حبيبي، روح ربنا يوفقك. خدي بالك من نفسك يا نونا. طيب. ماما انا هعمل شاي، تشربي معايا؟ انا مش عايزه شاي ولا قهوه، خليكي قاعده في مطرحك. انت المفروض تستريحي خالص الفتره دي. عارفه لو اختك كانت لسه عندي كنت قلت لك تعالي اقعدي معانا، على الاقل ما تمديش ايدك في حاجه. تصدقي يا ماما انا فعلا عايزه اقعد معاكي. انا محتاجه لك قوي يا ماما، قوي. حبيبتي ايه ده؟ مالك؟ في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ لا مفيش حاجه. مفيش ازاي؟ اوعي يا حنان تكوني زعلانه انك حملتي تاني، ولا لسه بتفكري في اياد واللي حصل له؟ الله يرحمه يا بنتي، ده كان عمره اللي ربنا قسمه له، وهو الحمد لله ربنا بيعوض عليكي وعلى جوزك. تعرفي ان ضيا ده هيخش الجنه على قد ما صبر ده كله وفضل مثبت فيكي وسندك في كل الغم اللي شفتوه. ضياء تعبان قوي قوي يا ماما، وبيتعالج. بيتعالج من ايه يا بنتي؟